برج خليفة في دبي، أطول المعالم التي بناها الإنسان على وجه الكرة الأرضية، وأحد أهم الإنجازات في تاريخ الهندسة المعمارية. تطلب إنشاؤه طموحات خيالية، واستلزم تنفيذه أعصابا من فولاذ، حيث توجب بناء رافعات أطول وتركيب النوافذ في أماكن أعلى وعمليات بناء أكبر من أي وقت مضى. رد الفعل الفوري كان: هل أنت مجنون؟ بينما يقوم فريق البناء بصناعة التاريخ، يقومون بتصوير ذلك بأنفسهم. هذه هي قصة إحدى ناطحات السحاب المذهلة، والناس الذين خاطروا بسمعتهم وحياتهم لبنائها. إمارة دبي الشرق أوسطية ينتصب عملاق معماري بارتفاع 828 مترا. برج خليفة هو أطول بناء على وجه الكرة الأرضية. افتتح هذا البرج الذي كلف $1.5 مليار في عام 2010 مع أحد أروع عروض الألعاب النارية التي شوهدت يوما. لكن رقعة الأرض هذه كانت في أحد الأيام تبدو مختلفة جدا. قبل 6 أعوام عندما بدأت عمليات البناء لم تكن أكثر من أرض جرداء وصحراء قاحلة تحرقها أشعة الشمس الحارة. في فبراير عام 2004 يتجه الفريق قاصدا موقع بناء البرج. عندما تقوم بالبناء بهذا الحجم فإن السرعة هي شيء جوهري.